السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على مباراة القمة اللي كانت بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، طبعا من منافسات ذهاب ثمن دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ. ولكن قبل ذلك وعلى السريع جدا غادي نتعرفوا على جديد المحترفين، اضافة الى مباراة الودية ديال المنتخب الوطني المغربي. والاهم كالعادة السرد والتحليل غادي يكون بالمختصر. ونبداو مع عبد الصمد الزازولي اللي البارحة كنا قلنا ان المصادر اللي كتقول بان النادي اللندني مهتم بعبد الصمد كهدف لتعزيز صفوفه مستقبلا، بان مصادر كتبقى ضعيفه لحد ما. ولكن اليوم الصحفي الايطالي فابريزو رومانو اكد ذلك وقال بان تشيلسي حدد اسم الدولي المغربي كهدف محتمل لاستخدامه مستقبلا، وحاليا هو فقط هدف محتمل للنادي اللندني لتعزيز الفريق، او بمعنى اصح وادق لتعزيز ثلاجه تشيلسي. وسبحان الله هذا النادي اي لاعب كيجي لك كيطفى للاسف. وخير دليل على ذلك هو الدباب البلجيكي روميلو لوكاكو اللي كان متالق مع اندرلخت البلجيكي، وبسبب المستويات الكبيره اللي قدمها انذاك انتقل الى النادي اللندني في سنة 2011 وكانت تجربة غير ناجحة تماما. من بعد غادر النادي وانتقل الى ويست بروميش، ومن موراها بوم منفجر في ايفرتون ثم تألق مع مانشستر يونايتد، وبقى غادي في مستوى تصاعدي الى ان وصل لاحسن ليفل ليه في مسيرته الكروية مع انتر ميلان في الموسم اللي تألق فيه الدولي المغربي اشرف حكيمي مع المدرب صاحب الجرينتا الرائع انطونيو كونتي، فاش داو انذاك لقب الدوري الايطالي. ولكن لوكاكو روميلو سخن عليه راسه ورجع مرة اخرى لنادي تشيلسي، وكلنا شفنا شنو وقع عليه مع المدرب الالماني توماس توخيل، بحيث البلجيكي رجع ينور الثلاجه مره اخرى زياده على تراجع مستواه وايضا معدله التهديفي. وهذا الشيء اللي ما عجبش لوكاكو، خرج انذاك بتلك التصريحات اللي قال فيها انه باغي يرجع للانتر وما الى ذلك، وفعليا داك الشيء اللي كان في اخر المطاف. يعني اللي باغي نوصل لكم بان لوكاكو غير كيجي لتشيلسي مستواه كيتراجع بشكل كبير جدا، وفاش كيغادر النادي كيرجع مره اخرى للتالق. وطبعا ما بغيتش نعطيكم مثال بالدولي المغربي حكيم زياش لان القصه ديالو حافظين عن ظهر قلب. المهم باختصار كما قلنا ان النادي اللندني فقط يراقب عبد الصمد، يعني مازال ما واخدينش قرار انهم غادي يتعاقدوا معه. مع نيسين بونو فحسب صحيفه اس اسبانيا بتاريخ البارحه كيقولوا ان هناك توقعات بعوده انديه انجليزيه من اجل التفاوض لضم الحارس المغربي بونو ياسين، والكلام هنا على انديه توتنهام ويست هام ومانشستر يونايتد. وقالوا ايضا بان ياسين بونو عنده شرط جزائي مع النادي الاندلسي كيوصل الى 50 مليون يورو، ولكن يمكن لاشبيليه التفاوض هو بيعه بحوالي 20. مع ايوب الكعبي فكما عارفين الزلزال اللي ضرب تركيا لخبط لهم الاوراق الدوري ديالهم، وكاينين بعض الانديه اللي فضلوا الانسحاب واللي هما كالتالي: غازي عنتاب سبور، ويني مالاتيا سبور، وادانا ديمي سبورت، الى جانب نادي هاتاي سبور اللي كيلعب فيه الدولي المغربي الكعبي ايوب. واللي هذا الاخير وحسب الاخبار المتداوله حاليا في تركيا كيقولوا انه قريب جدا من الانضمام لنادي طرابزون سبورت. اما بخصوص المنتخب الوطني المغربي فلا بقيتوا عاقلين، كان واحد الاقتراح كيقول انه يمكن لينا نلعبوا ضد المنتخب الاوكراني، ولكن هذا الاقتراح رسميا تم الغاؤه حسب ما قاله الصحفي الاوكراني فيكتور فاتسكو، بان الاتحاد الاوكراني لكرة القدم في الاول كان كيسعى لاستبدال مباراته الوديه امام بريتفورد الانجليزي اللي كانت غادي تكون في مارس المقبل بمباراة اخرى امام المنتخب المغربي، الا ان هذا الاقتراح سرعان ما تم الغاؤه قبل خروجه لارض الواقع دون معرفة تفاصيل وسبب الالغاء. مبدئيا قبل ما يخرج الصحفي فيكتور فاسكو بهذا الخبر، حنا كمغاربه عارفين اننا غادي نلعبوا مع جوج منتخبات من امريكا الجنوبيه. المنتخب الاول راه تم تحديده رسميا اللي هو منتخب البيرو، واللي غادي نلعبوا معاهم في 28 مارس على الساعه 9:30 بملعب متروبوليتانو الخاص بنادي اتلتيكو مدريد الاسباني. اما المباراه الوديه الثانيه لاسود الاطلس فمازال ما تحددش اسم المنتخب لحدود هذه اللحظه. والان دوزو مباشره الى مباراه القمه اللي انتهت منذ لحظات قليله جدا، واللي كانت بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. طبعا المزراوي نوستير كان غائب على الماتش بسبب الاصابه، واللي بهذه المناسبه كنتمناو ليه الشفاء العاجل والرجوع للميادين في اقرب وقت ممكن. لذلك في غيابه كان تركيزنا كمغاربه اكثر منصب على النادي الباريزي بقياده المدرب الفرنسي كريستوف غالتيي، اللي فضل يدخل برسم تكتيكي 4-4-2 ماشي 4-3-3 كالمعتاد، وهذا راجع لاصابه الفرنسي مبابي كيليان اللي بدا المباراه كالثلاجه. وعلى عجاله نذكركم بالتشكيله واللي جات كالتالي: في حراسه المرمى الايطالي جيالويجي دوناروما، كقلبي دفاع سيرجيو راموس ماركينيوس، اما كداير ايمن عندنا اشرف حكيمي، وكداير ايسر نينو مينديز، كارتكاز عندنا دانيلو بيريرا، وقدامه الثلاثي الايطالي ماركو فيراتي والفرنسي ايميري، اضافه الى كارلوس سولير. ثم عندنا في الخط الامامي البرغوت ليونيل ميسي والبرازيلي دا سيلفا نيمار. وكما كان متوقع وشفنا كاملين منذ بدايه الماتش، دخل نادي بايرن ميونخ ضاغط على دفاع النادي الباريزي، وصراحه البريز
البريسينغ ديالهم كان عالي جدا، زائد الاستحواذ الرهيب اللي كانوا كيرغموا به على زملاء حكيمي اشرف في الركض وراء الكره والاعتماد فقط على الهجمات المرتده. وايضا ملاحظ في اغلب هجمات ديال باري ما كناش كنشوفوا حكيمي كيطلع للامام، بحيث كان كيخلي مكانه للاعب الفرنسي امري، لان المدرب كريستوف غالتي يعي جيدا انه لا خلى حكيمي يصعد اكثر للامام غادي يخلي ليه المساحات في الخلف، واللي اوتوماتيكيا غادي يستغل الفرنسي الخطير كينغسلي كومان، وبذلك غادي يدفع الثمن كاش. وايضا الجبهه اليسرى ديال بايرن ميونخ كانت هي الاكثر نشاطا وخطوره، واللي كان كينشط على الجناح كينغسلي كومان مع المهاجم الفرنسي ماكسيم شوبوموتينغ، اللي هذا الاخير كان كيسقط كثيرا كجناح، لذلك شفنا الضغط اكثر على المغربي حكيمي اشرف. ولكن للاسف كما شفنا كاملين تعرض لاصابه على مستوى الفخذ، واصلا هو كان كيعاني من ازعاجات في نفس مكان الاصابه. عموما اي جديد على الاصابه ديالو غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. اما التقييم ديالو في هذه المباراه هو 6.3. وحتى لهنا كنكون وصلنا للختام، وخير كلامي ما قل ودل.